اتفضل. تمام. ازاي الانسان بيتعلم وامتى يعرف انه اتعلم؟ ازاي الانسان بيتعلم؟ الانسان بيتعلم من زي ما قلت كده، ان هو انت ممكن يجي لك محمد رضوان يقول لك والله المفروض تعملي كذا وتقولي لا. تمام. تروحي تعملي حاجه تانية. الفكره كلها بقى بتقييم الايه؟ تقييم النتائج. لما الانسان يقيم النتائج اللي بيحصل عليها. تمام. تقييم النتائج هو اللي هيدي الانسان فكره انا حققت ولا لا. لو حققت يبقى انت كويس، ما حققتش يبقى انت مش كويس. امتى هتتعلم؟ الحاجتين، يا اما لما بتخبط في الحيطه جامد، تمام، فتتعلم ان كده كان غلط، يا اما لما يكون عندك من الذكاء الكافي ان انت تقدر تقيم المعلومات اللي جايه وقوتها. خلاص. يعني اقوى حاجه ان انت ممكن تتعلم من خبرات الاخرين. ف مش عايز اقول التعلم مرتبط بالقلم، ودي للاسف ممكن تبقى كارثه. انت لو ما بتتعلمش غير لما بتاخد فوق دماغك جامد، لما بتلبس في الحيط قوي، فبيبقى ثمنها كبير قوي. تمام. ف... فيا اما تلبس في الحيطه جامد قوي، وطبعا عشان تلبس في الحيطه جامد قوي وبعدين تتعلم، معناها ان انت ايه؟ محتاج قوه. يعني تخيل بقى انت اتبهدلت، فمحتاج قوه بقى كمان عشان ترجع بعد ما اتبهدلت، ترجع تقوم تاني. ف بس فالانسان الذكي هو اللي يعرف يتعلم من تجارب الاخرين اللي اكثر خبره واكثر نجاحا منه.